بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. وذلك أن الإنسان ليس معصوما من الذنب، لا بد لكل إنسان من ذنوب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فلا بد للإنسان من ذنب، ولكن ماذا يصنع؟ هذه هي المهمة. يجب عليه إذا أذنب ذنبا أن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى ينمحي عنه ذلك الذنب. قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في قلبك الزيغ والمعصية فاستعذ بالله. فإذا هممت بمعصية سواء كانت فيما يتعلق بحق الله أو ما يتعلق بحق المخلوق فقل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قلت ذلك بإخلاص فإن الله يعينك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك منه. وقال تعالى: فإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي وقع في قلوبهم زيغ وعملوا عملا سيئا تذكروا واعتبروا. فإذا هم مبصرون يعني يعرفون أنهم في غي، وحينئذ يستغفرون الله تعالى، كما قال في آية أخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذا فعلوا فاحشة سيئة عظيمة يعني أو ظلموا أنفسهم بما دون ذلك ذكروا الله بقلوبهم وألسنتهم فاستغفروا لذنوبهم، سألوا الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد أبدا يغفر الذنوب لك إلا الله تبارك وتعالى. لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات كلهم على أن يرفعوا عنك ذنبا واحدا ما استطاعوا أبدا. كل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبا واحدا ما استطاعوا. لا يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يستمروا في معصيتهم وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب. أما لو أنهم فعلوا ذنبا وأصروا عليه وهم لا يعلمون أنه ذنب، فإن قال الله تعالى: فإن الله عز وجل لا يؤاخذهم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله تعالى يقول: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات هذا هو جزاؤهم عند الله تعالى.
والله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، هذا يعني هذه ذكرها الله تعالى بعد الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة من النساء، فقال بعد ذلك وتوبوا إلى الله جميعا. والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عز وجل من معصيته إلى طاعته. يعني الإنسان إذا كان على معصية ورجع إلى الطاعة فهذه توبة ورجوع. ومن الإشراك به إلى توحيده، ومن البدعة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود ويستغفر الله عز وجل. وقول الله تعالى لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والتوبة واجبة من كل ذنب. لا تتهون في الذنوب، لا تقل مثلا هذا سهل يغفره الله عز وجل، لأنه ربما تتراكم الذنوب على القلب والعياذ بالله فيصبح مظلما وينسد عليه باب الخير، كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تب إلى الله من كل ذنب أول بأول يعني. وفي الحديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. اللات اللي هو الصنم المعروف الذي كان يعبده الجاهلون في الجاهلية، وكذلك العزى، كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كانوا يحلفون بهما كما يحلفون بالله فيقولون واللات والعزى. فإذا قال الإنسان واللات والعزى فهذا الشيء يعني يداوى بماذا؟ يحل المشكلة دي إزاي؟ بالإخلاص. إذا حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. شرك يداوي الإخلاص، يعني شرك يداوى بالإخلاص، الشرك يداوى بالإخلاص. ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله ليداوي الشيء بضده يداوى. ومن قال لأخيه تعالى أقامرك، يعني تعالى نلعب قمار مع بعضنا، فليتصدق، هذا أيضا من دواء الشيء بضده المقامرة اللي هي المخالفة على عوض التي يسمونها الناس الرهن، أراهنك أن هذا بكذا وكذا، ويتراهنون على درائم أو ما أشبه ذلك. فمن هذا يعني من قال هذا فقد قال قولا حراما، فعليه أن يتوب، ومن توبته أن يتصدق بدل ما يتواصل، يعني بدل من أن يأخذه بهذه المقامرة يعني. فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده. وكذلك أيضا يقال من فرط في واجب فإن دواءه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من العمل الصالح حتى يكون دواء لذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.